السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا. اليوم غادي نحكيو لكم قصة واقعية على صداقة جوج دراري. صداقة كانت قوية بزاف ولكن دمرت بسبب واحد البنت. كان كاين جوج صحاب سميناهم كريم وياسين. كريم وياسين كانوا صحاب من الصغر، من أيام المدرسة الابتدائية. كل واحد كان كيعرف على صاحبه كل حاجة، الأسرار، الأحلام، المشاكل، كل شيء. كانوا بحال الخوت ديال الدم، ما كاينش واحد منهم كيمشي لشي بلاصة بلا الآخر. كريم كان ولد هادئ ومحترم، كيحب يقرأ ويدرس وعنده طموح كبير. أما ياسين كان عكسه تماما، كان ولد اجتماعي، كيحب الضحك والهضرة وعنده قلب طيب. واش كانوا مختلفين؟ إيه، ولكن هذا الاختلاف هو اللي كان كيقوي صداقتهم. كل واحد كان كيكمل الآخر. في الثانوية كانوا معروفين بصداقتهم القوية، كل الطلبة كانوا كيشوفوهم ديما مع ضديتهم. إلا كان واحد فيهم محتاج شي حاجة، الآخر كان كيلبيه بلا ما يتردد. مرة كريم مرض قبل الامتحانات، وياسين مشى ليه كل يوم للدار كيقراو مع بعضياتهم ويراجعوا الدروس. في واحد النهار جات بنت جديدة للثانوية سميتها سلمى. سلمى كانت بنت زوينة ذكية وعندها شخصية قوية. أول نهار دخلت فيه القسم كل الطلبة بقاو كيشوفوا فيها، ولكن سلمى ما كانتش من النوع اللي كيحب الأضواء، كانت بسيطة وطبيعية. كريم وياسين بحال باقي الطلبة لاحظوا سلمى، ولكن ياسين اللي كان شجاع في الهضرة مع الناس قرر باش يمشي يسلم عليها ويعاونها باش تتأقلم مع المدرسة الجديدة. هدر معاها، ضحك معاها، وبدا كيولي صاحبها. كريم من جهته كان كيشوف سلمى من بعيد، ولكن ما كانش عنده الشجاعة باش يقرب منها، كان خجول في هاد الأمور. مع الوقت ياسين وسلمى وليو قريبين بزاف، كانوا كيمشيو مع بعضياتهم، كيهضروا ساعات طويلة، وياسين بدا كيحس بشي حاجة خاصة تجاه سلمى، ولكن هو ما قالش والو لكريم، حيت كان خايف أنه صاحبه غادي يستغرب أو يحس بشي حاجة غريبة. كريم من جهته بدا كيحس بنفس المشاعر تجاه سلمى، كان كيشوفها كل يوم، كيسمع ضحكتها وكيشوف الطريقة اللي كتهضر بها مع ياسين، وبدا كيتمنى لو كان هو اللي يقدر يكون قريب منها بحال ياسين. ولكن كريم كان كيحس بالذنب، حيت كان كيعرف أن ياسين كيحب سلمى رغم أنه ما قالش ليه والو بالصريح. واحد النهار كريم قرر باش يقرب من سلمى، بدا كيهضر معاها على الدروس، كيشاركها الكتب وكيعاونها في الواجبات. سلمى لاحظت أن كريم ولد ذكي وطيب، وبدات كتحس بالراحة معاه. كريم حس أنه عنده فرصة وبدا كيقضي وقت أكثر معها. ياسين لاحظ هاد التغيير، شاف كيفاش كريم بدا كيقرب من سلمى وحس بالغيرة، ولكن ما قالش والو، حيت كان كيحاول يقنع راسو أنه كريم صاحبه وما غاديش يخونه. ولكن في داخله كان كيحس بالخوف من أنه غادي يخسر سلمى لصاحبه. واحد نهار سلمى قررت باش تحكي مع كريم، قالت ليه أنها كتحس بشي حاجة خاصة تجاهه وأنها كتقدره بزاف. كريم ما كانش كيصدق اللي كيسمع، البنت اللي كان كيحلم بها كانت كتحبه هو، فرح بزاف وقال لها أنه هو أيضا كيحس بنفس الشيء. وهكذا كريم وسلمى ولاو مع بعضياتهم. ياسين سمع الخبر من واحد الطلبة، حس بصدمة كبيرة. صاحبه اللي كان كيثق فيه بزاف دار مع البنت اللي كان كيحبها، حس بالخيانة والألم. مشى عند كريم وطلب منه يهضر معاه. في تلك اللحظة خرجت كل المشاعر المكبوتة. ياسين قال لكريم: واش انت عارف أنا كنت كنحب سلمى؟ واش ما لاحظتيش؟ كنت صاحبي وكنت خاصك تبعد على البنت اللي كنت كنحبها. كريم رد عليه: ولكن انت ما قلتي لي والو، كيفاش غادي نعرف؟ وأنا أيضا كنت كنحبها وهي اللي اختارتني، ماشي أنا اللي فرضت عليها. الهضرة تحولات لشي جدال كبير،
كل واحد كان كيحاول يدافع على راسو، ولكن الكلام الجارح بدا كيخرج. قالوا لبعضياتهم كلام ما كانوش خاصهم يقولوه. في تلك اللحظة الصداقة اللي دامت سنين طويلة بدات كتحطم. من داك النهار كريم وياسين بقاو ما كيهضروش مع بعضياتهم، كانوا كيتجنبوا في الثانوية، وحتى الأصدقاء المشتركين ما قدروش يصلحوا بيناتهم. كل واحد كان محتفظ على موقفه وما كانش مستعد يسامح. سلمى حست بالذنب الكبير، عرفت أنها كانت السبب في المشكل بين جوج صحاب. حاولت تهضر مع ياسين باش تعتذر ليه، ولكن هو رفض يسمع ليها. قال ليها أنا ما عنديش مشكل معك، المشكل ديالي مع كريم صاحبي اللي خانني. مع مرور الوقت كريم بدا كيحس بالندم الكبير، بدا كيفكر في الصداقة اللي خسرها. سلمى كانت معاه ولكن كان كيحس بالفراغ، شي حاجة ناقصة في حياته. حس أنه خسر شي حاجة أكثر قيمة من أي علاقة عاطفية، خسر صاحب العمر. ياسين أيضا كان كيعاني، كان كيشوف صور ديالو كريم في التليفون، كان كيتذكر الذكريات الزوينة وكان كيحس بالحسرة. سأل راسو واش كان كيستحق؟ واش الغيرة كانت أقوى من الصداقة؟ واحد النهار كريم قرر باش يحاول يصلح الأمور. مشى عند ياسين في الدار ديالو. في البداية ياسين ما بغاش يشوفه، ولكن بابا ديالو قنعو باش يديه فرصة باش يهدر. كريم دخل وقال ياسين أنا جاي باش نعتذر ليك، كنت غلط، كان خاصني نهضر معاك من البداية. الصداقة ديالنا كانت أهم من أي حاجة، وأنا خسرتها بسبب الأنانية ديالي. ياسين سمع ليه ولكن ما قال والو. بعد لحظات من الصمت ياسين هضر. كريم أنا أيضا كنت غلط، كان خاصني نكون صارح معاك ونقول لك أنني كنحب سلمى، ولكن الخوف من أن نخسرها خلاني نخفي المشاعر ديالي، وهذا الشيء دمر كل شيء. جوج صحاب بقاو كيهضروا ساعات طويلة، اعترفوا بالأخطاء ديالهم، ولكن الجروح كانت عميقة. قرروا باش ياخدوا وقت باش يفكروا وباش يشوفوا واش يقدروا يرجعوا للصداقة ديالهم ولا لا. النهاية ديال هاد القصة مازال ما وصلتش. كريم وياسين باقي كيحاولوا يسامحوا بعضياتهم ويبنيوا الثقة من جديد. سلمى من جهتها قررت باش تبعد شوية وتخلي جوج صحاب يصلحوا الأمور بيناتهم. ولكن السؤال اللي باقي، واش الصداقة القوية ديالهم غادي تقدر ترجع؟ ولا الخيانة والغيرة غادي يبقوا أقوى من كل شيء؟ هاد القصة كتعلمنا درس مهم. الصداقة الحقيقية كتطلب الصراحة والتواصل والاحترام. إلا كان عندك مشاعر تجاه شي حد قولها. إلا كان عندك مشكل مع صاحبك هضر معاه، حيت الصمت والكذوب كيدمروا أقوى العلاقات. والآن بغيت نسمع رأيكم، علقوا في التعليقات واش نتوما مع كريم ولا مع ياسين؟ من اللي كان غلط أكتر هاد القصة؟ واش تقدروا تسامحوا صاحبكم إلا دار معاكم نفس الشيء؟ علاش؟ واش عندكم شي قصة مشابهة صراتكم مع صحابكم؟ شاركوها معنا. واش كتعتقدوا أن الصداقة ديال كريم وياسين تقدر ترجع؟ شنو اللي خاصهم يديروا؟ شنو هو الدرس اللي تعلمتيوه من هاد القصة؟ ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا الفيديو مع صحابكم، وتشاركوا معنا أفكاركم في التعليقات. رأيكم مهم بزاف بالنسبة لينا.